علي عبد من اكتر الناس المنتجين في العالم، وفي الكتاب ده بيكشف ايه اللي بيخليه منتج طول الوقت، من اول ازاي يبقى عنده طاقه عشان يبدا الحاجه، لحد ايه اللي بيعمله علشان ما يسوفش، وايه اللي بيخليه يكمل في كل ده من غير بيرن اوت او ان هو يزهق من اللي هو بيعمله. قرات الكتاب وحاولت اشيل منه الحاجات البديهيه او المكرره. في الفيديو ده هنمشي خطوه بخطوه، من اول ازاي يبقى عندك طاقه علشان تبدا الحاجه، لازاي تتغلب على التسويف وتكمل في الحاجه اللي انت بتعملها. الفيديو كله مرتبط ببعض، فحاول تاخده كجايد او مرجع للاساليب اللي ممكن تطبقها في اي مرحله من التاسك اللي انت بتعملها. السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. هل احنا بنشتغل احسن لما نكون حاسين احساس كويس ولا العكس؟ الحقيقه ان احنا بنشتغل احسن وبنكون مبدعين اكتر لما نكون حاسين احساس جيد، يعني الاحساس الجيد مقدم على الانتاجيه مش العكس. وعارف الكتاب ده بيحاول يمشي بالفلسفه دي، ان احنا بنبقى انتاجيين اكتر لما نكون حاسين احساس كويس من البدايه. وفي الكتاب بيستدلوا بكذا دراسه على ده، منهم دراسه كانوا مقسمين مجموعتين علشان يحلوا لغز ان هم يعلقوا شمعه على سبور اسفنج من غير ما الشمعه دي تنقط على الارض، وكان مدينهم في اللغز ده شمعه وكبريت ودبابيس. حل اللغز ده ان هم كانوا يحطوا الشمعه في البوكس بتاع الكبريت ويعلقوا الشمعه وهي في البوكس، ما كانتش هتنقط على الارض ساعتها. في الدراسه دي قسموهم لمجموعتين، مجموعه منهم ادوهم حلويات قبل ما يبداوا التجربه، المجموعه الثانيه ما عملوش معاهم كده. المجموعه اللي ادوهم حلويات نسبه اكبر منهم حلت اللغز. الدراسه دي ودراسات ثانيه كتير غيرها مكتوبه في الكتاب بتقول ان احنا بننتج اكتر لما بنكون حاسين احساس جيد. وده ياخدنا لاول جزء من الكتاب، انرجايز، او ازاي يبقى عندنا طاقه ان احنا نبدا الشغل ده. اصلا علي بيقول ان الانرجايز او ان يبقى عندنا طاقه علشان نبدا الشغل بيجي من ثلاث حاجات رئيسيه: بلاي او اللعب، ان التاسك اللي احنا بنعملها تتحول للعبه، باور وهنشرح يعني ايه قصده باور، واخر حاجه الناس. اول حاجه علي بيقول ان هي بتدينا طاقه علشان نبدا الحاجه اللي احنا عاوزين نعملها هي بلاي او اللعب، ان احنا نحول التاسك اللي احنا بنعملها لعبه. في دراسه مكتوبه في الكتاب ان هم كانوا بيشوفوا الجي بي اس بتاع الناس في دراسه، ولو ان الناس اللي عندهم مغامره اكتر زي اللي بيشتري من محل مختلف مثلا او يروح الشغل من طريق مختلف بيبقوا اسعد في حياتهم. ممكن تطبق المبدا بتاع اللعب ده في الحاجه اللي انت بتعملها. علي بيقول على حاجه اسمها السايد كويست او المهمه الجانبيه، بمعنى ان انت لما تكون بتعمل حاجه زي المذاكره مثلا تعمل لنفسك تحدي جانبي، زي ان انت مثلا تحاول تخلص جزء كبير في وقت صغير في 10 دقائق او ثلث ساعه مثلا. وبيقول ان انت لو لقيت صعوبه في ان انت تعمل كده، يعني ان انت تلاقي سايد كويست او مهمه جانبيه تخلي الشغل ممتع اكتر، تسال نفسك سؤال بسيط: الشغل ده هيبقى عامل ازاي لو كان ممتع اكتر؟ ففي حاله المذاكره مثلا لو سالت نفسك السؤال ده ممكن يكون اجابته ان انت تشرب مثلا مشروب بتحبه، او لو ذاكرت في مكان مختلف. وده هينقلنا لتاني حاجه من الحاجات اللي بتدينا طاقه، باور. المقصود من الباور هنا مش القوه، المقصود منها الاونر شيب او الاوتونومي، ومعناها ان انت يبقى عندك تحكم في الحاجه اللي انت بتعملها. كل ما الحاجه اللي انت كنت بتعملها كنت انت المتحكم الوحيد فيها وبتعملها بوجهه نظرك انت مش بوجهه نظر حد تاني، كل ما كان الموضوع ممتع اكتر. بالمناسبه كان نيوبورت في كتابه سو جود دي كانت اجنور يو اتكلم على النقطه دي، وقال ان من ضمن الحاجات اللي مشتركه في الناس اللي بيحبوا شغلهم ان هم متحكمين في النتيجه بتاعته وفي الطريقه اللي بيتعمل بيها الشغل ده، وبيعملوا الحاجه اللي هم شايفينها صح. ثالث حاجه من الحاجات اللي بتدينا طاقه، بيبول او الناس، زي مثلا الجروب ستادينج. علي بيقول ان علشان يكتب الكتاب ده كان بيخش في زوم كول مع ناس بيظبطوا تايمر لمده ساعه وكلهم بيكونوا بيكتبوا، وبيقول ان هو كان بيكتب اكتر في الاوقات دي. ودول الثلاث حاجات اللي بيعملهم علشان يبقى عنده طاقه: بلاي، باور، بيب. هندخل دلوقتي على الجزء الثاني في الكتاب واللي بيتكلم عن ازاي نبدا التاسك اللي احنا عاوزين نبداها وازاي نتغلب على التسويف. علي بيقول ان اشهر سبب من اسباب التسويف هو ان احنا مش بنبقى متاكدين المفروض نعمل ايه. ففي اول شابتر من الجزء ده مسميه سيك كلاريتي او خلي التاسك واضحه قوي. علشان نتغلب على عدم التاكد ده علي بيقول ان احنا المفروض نسال نفسنا ثلاث اسئله: واي او ليه المفروض انا اعمل الحاجه دي اصلا، وات او ازاي اعمل الحاجه اللي انا عايز اعملها، وين او امتى المفروض اعمل الحاجه دي. ففي اول سؤال مثلا اللي هو الواي او ليه المفروض انا اعمل الحاجه دي، علي بيقول لو ان السبب اللي انت هتعمل علشان التاسك دي مش قوي كفايه غالبا هتسوف. زي مثلا تعلم اللغه، لو هتتعلم لغه علشان توفر لك فرص شغل احسن مثلا هيبقى افضل بكتير عن لو انت بتتعلمها علشان مسافر بلد اسبوعين مثلا. تاني سؤال هتساله وات او ازاي اعمل الحاجه دي، وده بيبقى عن طريق تحديد الاهداف. في اساليب كتير لتحديد الاهداف واشهرهم هي طريقه سمارت، وهي اختصار لخمس كلمات: اس او سبيسيفيك او محدد يعني، ام ميجرابل يعني تقدر تقيسه، اي اتشيفابل او تقدر تحققه يعني، ار ريليفنت، تي تايم باوندد او محدد بوقت محدد. مشكله الاساليب دي كلها ان هي مرتبطه بالاوتبوت او النتيجه نفسها، واللي مش بيبقى عندنا تحكم فيها، وكمان بيخلينا مهووسين بالنتيجه وبيخلي العمليه اللي بتحصل علشان نوصل للنتيجه دي مش ممتعه، وده عكس اللي احنا عاوزين نوصل له. ففي الكتاب علي بيقترح اسلوب تاني للاهداف ومختصر في كلمه نايس. ان يعني نير تير، ان وقت الهدف ما يبقاش طويل، الافضل يكون اسبوعي مثلا. الاي انبوت بيز، بمعنى ان الهدف ما يكونش متحدد على اساس النتيجه، يعني الهدف نفسه يكون في الحاجه اللي انت هتعملها كل يوم. يعني مثلا الهدف ما تقولش ان انا عايز اخس كيلو بنهايه السنه مثلا، لكن تقول عاوز امشي كل يوم 10 دقائق او ثلث ساعه او هكذا يعني. السي كنترولابل، يعني اعرف اتحكم فيها واعملها كل يوم، يعني ما اقولش ان انا لو عايز اتعلم لغه جديده هذاكر في اليوم 8 ساعات مثلا في حين ان انا بدرس مثلا معاه، ده مش هيبقى واقعي ومش هعرف اعمله. اخر حرف الاي انرجايزنج، يكون في حاجه من الحاجات اللي بتدينا طاقه اللي قلنا عليها في الاول. مثال الهدف بطريقه سمارت اللي احنا قلنا عليها في الاول ان اخس 10 كيلو في 3 شهور الجايين، لو هنطبقه بالطريقه الثانيه اللي هي نايس هيكون مثلا ان انا اتمرن كل يوم نص ساعه. لحد دلوقتي احنا اتكلمنا على اول سؤالين اللي بيخلونا نتغلب على التسويف، وهم واي وات او ازاي ان احنا نعمل الهدف ده. السؤال الثالث معانا وين او امتى اعمل الحاجه دي. من اكتر اسباب التسويف ومن الحاجات البديهيه جدا وهي ان احنا مش بنبقى محددين هنعمل الحاجه دي امتى. في كذا طريقه نحدد بيها الوقت اللي احنا هنعمل فيه الحاجه. اول طريقه ان انت تربط الحاجه اللي انت عاوز تعملها بحاجه ثانيه انت متعود تعملها، زي مثلا ان انت تقول لما اخلص مذاكره هتمرن، او الجمل الشرطيه عامه، بمعنى ان انت تقول لما اخلص كذا هعمل كذا. بالمناسبه ده الاسلوب اللي كان اتكلم عنه جيمس كلير في كتابه اتوميك هابتس او العادات الذريه، واللي اسمه امبلمنتيشن انتنشن، وكان بيقول ان ده من الاساليب اللي بتبني بيها عاده جديده، ان انت تربطها بعاده ثانيه. الطريقه الثانيه هي التايم بلوكينج، او ان انت قبل بدايه اليوم تبقى محدد الوقت اللي هتعمل فيه الحاجه دي، وده هيبقى احسن من التو دو ليست مثلا. او ان انت تبقى كاتب الحاجه اللي هتعملها بس مش محدد لها وقت. الاسئله دي بتسالها علشان تحل اول سبب من اسباب التسويف وهو عدم التاكد. السبب الثاني اللي بيخلينا نسوف هو الخوف. مكتوب في الكتاب كذا سبب بيخلينا خايفين نبدا التاسك الجديد، بس
اكتر حاجه حاسسها مؤثره هي السبوت لايت افكت، وهي ان احنا متخيلين دايما ان في سبوت لايت علينا زي الضوء اللي بيجي من المسرح على الممثل كده، وبنفكر ان الناس كلها مركزه معانا في كل خطوه، بس الحقيقه فعلا ان محدش مهتم. فلو عايز تبدا في حاجه وبتسوي بسبب ان انت خايف من نظره الناس او كده، فافتكر دايما ان محدش مهتم طالما مش بتعمل حاجه حرام طبعا، وان الناس تقريبا طول الوقت مشغوله بنفسها. ثالث سبب من اسباب التسويف هو صعوبه البدايه، وان البدايه دايما بتبقى اصعب من الاستمرار. علي بيقول على حاجه كان بيعملها كانت بتساعده كتير في الموضوع ده، وهي 5 minutes rule، وهي ان انت لو لقيت نفسك بتسوي في مهمه معينه بتظبط تايمر على 5 دقائق وتقول ان انت هتعمل الحاجه دي لمده 5 دقائق بس. بمجرد ما بتبدا وتتخطى حاجز البدايه هتلاقي الموضوع بقى اسهل، وغالبا بتكمل اكتر من 5 دقائق. هو كان اتكلم على حاجات تانية في الموضوع ده بس حاسسها مكرره. اخر جزء من الكتاب سستين، الكلام اللي فات ده كله كان جميل بس بيبقى فيه فترات حاسين ان احنا مش عايزين نعمل اي حاجه، فازاي نتجنب الفترات دي او على الاقل نقلل منها قدر الامكان. علي بيقول على كام حاجه ممكن تساعدنا ان احنا نتجنب البرن اوت او ان احنا نوصل لمرحله ان احنا مش قادرين نعمل اي حاجه. اول حاجه من الحاجات دي energizing distractions او المشتتات اللي هتدينا طاقه. علي بيقول ان هو لما كان في سكن الجامعه كان بيسيب الباب مفتوح وهو بيذاكر، وده علشان لو حد من اللي ساكن معاه حب يدخل الاوضه ويتكلم معاه وهو بيذاكر يعمل كده. وكان بيقول ان ده نوع من انواع الحاجات اللي هتديك طاقه زي ما قلنا في الاول، الناس بتديك طاقه. تاني حاجه الكالم اكتيفيتيز، وهي هوايه تكون بتعملها بيتوفر فيها 4 حاجات مختصرين في كلمه كالم. السي كومبتنس او ان انت تكون بتعرف تعمل الحاجه دي، زي مثلا ان انت تكون بتعرف ترسم وتكون شاطر فيها. الاي الاوتونومي، وهي ان انت تكون متحكم في الحاجه دي. ال ليبرتي، بمعنى ان انت تكون بتعمل الحاجه دي مش هيبقى فيها عقوبه لو عملتها غلط، زي مثلا ان انت تكون رسمت رسمه وحشه. الام ميلو او تكون مريح. الاهم في الهوايه دي ان هي يفضل فيها الصفات دي، لان لو مثلا انت حاولت لحاجه بتجيب فلوس مش هيبقى فيها الشروط دي. وبعد الحاجتين اللي احنا قلناهم علشان تتجنب ان انت توصل لمرحله البرن اوت او تحس ان انت مش عاوز تعمل اي حاجه، علي في اخر الكتاب اتكلم على حاجه اسمها الريتفل برنسبل، وهي ان انت ببساطه ما تعملش اي حاجه وتتقبل ان هيبقى فيها ايام مش هتعرف تعمل فيها اي حاجه مهما حاولت. وبس كده، سلام عليكم.